السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. تعالوا كده النهاردة نشوف عملنا مع بعض ايه في بيت العيلة، بيت العز يا بيتنا. والله يا حبايبي انا بحب اشارككم معايا دايما في كل حاجة. بحب طول ما انا بعمل اي حاجة كده ان انتوا تبقوا موجودين معايا، بس احنا متعودين مع بعض قبل ما نبدأ اي حاجة كده لازما بنصلي على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. تعالوا كده بقى نشوف اليوم النهارده كان ماشي ازاي. انا حبيت اصور لكم وانا بروق تحت عند حماتي، ربنا يدوم الصحه يا رب ويخليهم يبقى متعودين كده. اول ما بننزل الصبح كده عند حماتي وحماية، ربنا يدوم الصحه يا رب ويطولنا في عمرهم. انا وسلفتي ربنا يخليها لي يا رب ما يحرمنيش منها. كل واحد عليه حاجه، واحده بتكنس وتمسح والتانية ايه بتنظف المطبخ وبتعمل فطار الصبح. على رأي الست تقول الشغلانة البدرية منسية، لازما كده متعودين الصبح كده لازما بنروق البيت وبنروق حالنا كده، علشان خاطر ست كانت دايما الله يرحمها يا رب وينور قبرها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة. كانت دايما تقول كنسوا ورشوا ما تعلموش من اللي يخش. يعني ممكن اي حد يجي عليك ايه فجأة، وهو فعلا ده الصح ان انت تنضفي بيتك اول باول، ما تسيبهوش ان هو يتوسخ وكده. والشغل بصوا سهل معانا وبسيط اهوت، ادينا بنروق اهوت في الاوضه. ويا ريت يا رب الفيديو يعجبكم وتستفادوا منه. بس لو وصلتوا معايا لحد هنا لايك، لايك لاختكم كده جميل، عشان انا بحبكم، بحب اشارككم دايما معايا في كل حاجه عشان نكبر القناه مع بعض. ربنا ما يحرمنيش منكم يا رب، وربنا يسترها معانا ومع المسلمين اجمعين وينصر اهل فلسطين يا رب. بدأنا كده نمسح اهوت مع بعض. وحبيت ايه ان انا اوريكم برضو الخلطة اللي انا بحطها في الامية بتاعت المسيح ديت. بتنضف يا حبايبي البلاط، ولو في دبان انتوا عارفين ان كده كده بيبقى فيه دبان في الصيف، الخلطة ديت يا حبيبي بتمنعه وبتنضف البلاط وبتديكي ريحة حلوة. هي بصي فيها مميزات كتير، بتنضف البلاط وبتخليه حلو معاكي، وتخلي الدبان ما يبقاش فيه دبان ولا كده، والريحة بتبقى جميلة. متعودين كده احنا بنجيبها واحنا بنمسح بيها يعني. وشايفين اهوت البلاط ما شاء الله بعد ما مسحنا. انتوا عارفين يا حبايبي ان البيت بتاعنا على الشارع بيبقى ايه فيه تراب وكده، فلازما تعملي كده كل شوية علشان خاطر، وتجيبي تحت الكنب كده علشان خاطر يبقى البلاط نضيف معاكي ويكون حلو. واهم حاجة ما تنسوش اللايك والاشتراك، فضلا وليس امر. عشان انا بحبكم كده دايما وبحب اشارككم دايما معايا في كل حاجه. انا بنشف مره يا حبايبي واتنين علشان خاطر احنا بنفرش حصر مش سجاد. الحصر لو تحتها ميه تزحلق معاكي وفي عيال صغيره وكده لا يقعوا ايه يتعوروا كده. فاحنا دايما بننشف البلاط كويس قوي وكل المراوح شغاله علشان خاطر ايه تنشف البلاط معانا. تابعوا الفيديو للآخر علشان تشوفوا النهاية وتشوفوا التغييرات اللي أنا عملتها. وأنا ما كنتش بنزل يا حبايبي فيديوهات بقالي فترة وبدأت أنزل اهوت. يا ريت كده تشجعوني وتكتبوا لي تعليقات جميلة كده، وتشوفوني لو عايزين أنزل لكم أي حاجة اكتبوا لي في التعليقات وأنا هنزلها لكم. وإن شاء الله استمر بقى معاكم، وربنا يديم ايه التواصل ما بيننا يا حبايبي ويخليكم ليه. اهو ديت الأوضة بتاعت ست الله يرحمها، عمتي اللي بقت بتبات فيها، ربنا يديها الصحة يا رب ويسترها معانا يا رب ويرحم ست كده ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. دي كانت يا حبايبي الست اللي بتبات فيها، بس من ساعة ما ست توفت وبقت عمتي هي اللي بتبات فيها. ربنا يديها الصحة يا رب. وشايفين بقى الشكل النهائي، يا ريت يعجبكم وتستفادوا من الفيديو. شايفين ما شاء الله والله ما حاجة خدت معايا وقت، وفي ثانية كنت خلصت وروقت البيت كله. والبيت بقى زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله جميل. وهنخلص هنا كده وهوريكم الاوضه التانية برضو. الاوضه ديت يا حبايبي اللي كنت بصورها لكم زمان كانت اوضه حماية، بس احنا غيرنا النظام، بقت ديت الاوضه اللي انا هصورها لكم دلوقتي. ادي ديت الصاله اهي. الاوضه بقى هخش اوريكم الاوضه دلوقتي. ديت اللي انا كنت بصورها معاكم كانت الاوضه ديت بتاعت حماية، والاوضه التانية كانت بتاعت الفرن. احنا عكسنا بقى يا حبايبي الاوض وبقت الاوضه ديت ايه لو حد جه عندنا كده من الضيوف بنضيفوا فيها يعني. وادي دي الشكل الصاله هي النهائي. ما شاء الله لا قوه الا بالله. هي حماوات ربنا يديله الصحه يا رب، وربنا يسترها معانا ومع المسلمين اجمعين. ودي المنظر اهو بعد ما خلصت. يا ريت لايك جميل كده منكم.
تعالوا بقى نخش على الاوضه ديت اهي اللي انا كنت بصورها معاكم الاول. ديت كانت بتاعه حماية، اللي بيتفرج على فيديوهاتي هيبقى عارف ان الاوضه ديت كانت بتاعه الفرن بتاعه حماية، والاوضه التانية كانت بتاعه الفرن. احنا عكسنا بقى يا حبايبي، بقت دكه الاوضه بتاعه حماية، ودي بقت اوضه للضيوف كده، والفرن طلعناه في مكان تاني. وهننضفه مع بعض علشان خاطر ايه، لو حد جه ولا كده تبقى نظيفه و... ويبقى كل البيت كله نظيف. يعني انا بحب اما اجي اروق لازم أنا اروق كله مع بعض. حماتي تقول لي ربنا يديك الصحه يا رب، بكفايه دعواتهم والفرحه اللي بتبقى في عينيهم. شايفين هما ما شاء الله لازم ننفض السرير كده قبل ما نفرش، عشان ما تفرش السرير ما يكونش فيه ايه حصو ولا كده، يكون تحت المفرش ولا كده. انا عارفه اساسا ان انتوا بتعملوا احلى مني كمان، بس انا بحب اشارككم دايما معايا في كل حاجه ونستفاد مع بعض. نمسح كده. دي يا حبايبي التلفزيون بتاع ايام زمان بتاع حماتي، ربنا يديها الصحه يا رب. حماية مش راضي يفرط فيه ولا يبيع، ويقول لا اي حاجه بتاعت ايام زمان كده ما منبيعهاش كده بسهوله ولا نفرطش فيها بسهوله. هم حاطينه هنا ساعات بنشغله وساعات لا، بس هم حابين ومش عايزين ان هم يفرطوا فيه. ودينا هو كنسنا الاوضه، والمنظر النهائي في الاخر بقى شوفوا ايه رايكم، اكتبوا له في التعليقات. ويا ريت الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ونكون كده يا رب ايه دايما في الخير والتواصل مع بعض. ربنا ما يحرمنيش انا عايزه منكم اصور وما الاوضه كلها يحرمنيش كده من عامل تعليقاتكم ازاي. الجميله. ادي دي بقى المنظر النهائي اهوت في الاخر، ما شاء الله لا قوه الا بالله. بعد ما خلصنا كل حاجه خد معايا ايه بقى، البيت كله ما خدش معايا حاجه، تنظيف في ثانيه كده ايه بتكوني خلصتي. وهبقى اصور لكم بقى اوضه حمايه لوحدها كده فيديو وانا بعملها حلوه. وهوريها لكم برضه. كده المنظر النهائي اهو ما شاء الله بعد ما خلصت الحمد لله كده ايه خلصت كل البيت كله. ويا ريت بقى يكون لايك كده منكم جميل واشتراك عشان تدعموني كده وتكبروا لي القناه. ربنا يديكم الصحه يا رب ويرزقكم العافيه، وربنا يخلي لكم اولادكم ويخلي لكم حبايبكم يا رب، وينصر اهل فلسطين يا رب، ويتولاهم برحمته يا رب. بتعمل ايه فوق؟ يا رب ترزقهم، يا رب تسترها معانا وترحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم صل وسلم بتعمل ايه وبارك على للواد؟ سيدنا محمد. ما شاء الله لا قوه الا بالله زي ما انتم شايفين كده. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك فضلا وليس امرا. انا ما بجبركوش على حاجه، بس انا عارفه ان انتوا بتحبوني وهتعملوا زي ما انا بحبكم انتوا بتحبوني، وهتعملوا تعليق كده من قلبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.